بعد بروباجندا حسناء الزمالك شاهد أول ظهور لدنيا الحلو بفستان الفرح. لقطة كاميرا على أحد مشجعات نادي الزمالك كانت كفيلة لتتربع على عرش مشاهير السوشيال ميديا بعد أن انتشرت صورها من داخل مدرجات نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، وربما كانت سببا في ارتفاع نسبة مشجعي النادي الأبيض. لكن لم يتوقف مفعول هذه اللقطة عند هذا الحد، إنما كانت نواة لفكرة مصممة الأزياء خلود سليمان التي قررت الاستعانة بدنيا الحلو أو حسناء الزمالك سليلة عائلة الحلو المشهورة بفنون السيرك وترويض الوحوش لعرض فستان زفاف مصري 100% من تصميمها ليكون بمثابة دعاية للمنتج المصري على موديل وعارضة مصرية في نفس الوقت. وعن فكرة الفستان وطريقة عرضه تقول خلود: لاحظت ارتفاع ملحوظ في أسعار الملابس المستوردة وخاصة السواري والزفاف، وفي نفس الوقت لاحظ أن بعض المصممين يعرضون أزيائهم على عارضات أجانب وربما يكون أكثرهن لبنانيات، ومن هنا جاءتني فكرة تمصير الموضة والإفصاح عنها. مضيفة: فصممت فستان زفاف مصنوع من التل ومرصع بالكريستال المصنع يدويا ومن خامات كلها مصرية ليكون المنتج مصري 100%، واستعنت بدنيا الحلو بعد الضجة التي أحدثتها وغيرت من خلالها وجهة نظر العالم العربي عن الفتيات المصريات لتكون نموذج للعارضة المصرية الجميلة ذات القوام الممشوق تعرض منتج مصري وتفصح عن عالم الموضة في مصر. وعاوني في جلسة التصوير كل من الميك اب ارتست مورا عمر وخبير الشعر محمود فرانس والمصور اسلام رمزي. شكرا لمتابعتكم كده كده فن.